ابل لسه منزله دلوقتي الاي او اس 26 وفي جواه تغيرات كتيره جدا. تعالوا بقى نتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه النطه اللي انت سمعتها دلوقتي اي او اس 26 اي او اس 26 مش المفروض اللي جاي كان يبقى اي او اس 19، ولكن اكبر تغيير هيعملوه انه بعد كده هيسموا الاي او اس ابديت بالسنه اللي هتنزل فيه. يعني الاي او اس الجديد اللي هينزل دلوقتي ده هينزل في 2026، عشان كده مسمينه اي او اس 26. طب هتقول لي ايه يا عمر التغيير الكبير قوي في الاسم؟ يعني ده اسم بس عادي. لا، لأول مرة أبل بعد كده هتنزل أبديت اي او اس هيمشي على كل الأجهزة بكل الأشكال، بمعنى إن شكل الأبديت لما يجي ينزل على الماك بوك هو زي ما ينزل على الآيفون بالظبط، يعني موحد. وتعالى بقى بقولك ليه ده أكبر وأوسع إعادة تصميم من 2013. أولا مسمينه ليكويد جلاس، يعني زجاج سائل أو زجاج مائي، وشكل الموبايل هيبقى زي اسم الأبديت بالظبط، ازاز. هتبقى حاسس ان انت ماسك ازاز قدامك، كل الايكونز بكل الاشكال هتبقى عامله زي الازاز، وفي حاجات هتبقى بارزه فيه فتحس ان انت ماسك حاجه 3 دي في ايديك. والساعه في السكرين بقت بتكبر وتصغر على حسب الوول بيبر اللي انت هتحطها. لو شغلت اغنيه من على سبوتيفاي الاغنيه كلها هتبقى على السكرين من بره. وابلكيشن الكاميرا بقى انضف بكتير جدا ووسعوه، بقت تشوف كل حاجه انت بتصورها ومش حاطين غير الحاجتين، اكتر حاجتين انت بتستخدمهم في الكاميرا. وابلكيشن بقى الفوتوز او الصور اللي الناس كلها اتضايقت لما اتعمل له ابديت واتغير وشكله كان رخم، ده برضه غيروه وعملوا له شكل مختلف خالص. فيس تايم كمان اتغير وبقى شكله مختلف. دلوقتي تقدر تحط خلفيات للاي مسج او الرسائل اللي انت بتعملها زي بالظبط سناب شات بلس. الترجمه الفوريه اللي بالذكاء الاصطناعي اللي بالاي اي بقت موجوده دلوقتي بالصوت والكلام. سيبك بقى من كل ده وندخل على اغرب حاجه وهي visited places. موبايلك بيسجل الاماكن اللي رحتها، علشان لو في مطعم معين انت رحته ومش فاكر اسمه او مش فاكر هو فين، الموبايل بيكون مسجلهولك. بس لانهم عارفين ان الميزه ديت ممكن تكون خربت بيوت، فادوك الخاصيه ان انت تقدر تقفلها عادي خالص. وتشات جي بي تي في الموبايل هيبقى معاك في كل حاجه انت بتعملها. تقدر وانت اصلا فاتح جوجل او فاتح اي حاجه على الموبايل تقوم عامل دايره حوالين الحاجه اللي انت عايز تسال عليه تشات جي بي تي وهو يرد عليك. واخيرا ابل قالت ان النسخه التجريبيه من اي او اس 26 هتنزل النهارده، اما النسخه العامه هتنزل الشهر اللي جاي. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتس، شايفين ان ده تغيير كبير ولا لا؟ طبعا لكل الناس اللي بتستخدم اندرويد انا عارف ردكم وانتوا هتقولوا ايه في الكومنتس. كده كده كل ده عاملينه من زمان.